أهلا بيكم في حلقة جديدة من موتور بالعقل. والنهاردة معانا عربية ناس كتير بتسأل عليها، عربية اتشافت سنين في الشارع المصري، وناس بتقول عليها اقتصادية، وناس بتقول صيني وهايف منها. النهاردة هنحسم الجدل، هل BYD F3 فعلا تستاهل ولا لأ؟ يلا بينا نبدأ. أول حاجة نبص عليها الموتور. العربية جاية بموتور 1500 سي سي 4 سلندر، بيطلع حوالي 108 حصان، وده رقم كويس جدا بالنسبة لفئتها. متوصل بفتيس مانيوال ب5 سرعات، ناط الحركة بسيط عملي وما فيهوش وجع دماغ. على الطريق السحب حلو ومقبول جدا في المدينة. على الطرق السريعة هتحس إنها محتاجة شوية نفس فوق 120، بس ده طبيعي في الفئة دي. العفشة في الF3 نعمة من الآخر كده، مش أريح عربية في العالم، بس مش هتتعبك. بتحس إنها ثابتة لحد سرعة 100. فوق كده لازم تكون مركز شوية، المطبات بتعديها ناعم لو انت سايق بالعقل. هنا بقى الميزة الأساسية، العربية بتديك كماليات أكتر من اللي بتدفعه. تكييف محترم، سنتر لوك، زجاج كهرباء أو إكس، USB، شنطة واسعة، كاميرا خلفية في بعض الفئات. الخامات متوقعة صيني اقتصادي، بس مش هيتفك منك بسهولة لو حافظت عليه، وده سر انتشارها. قطع غيار رخيصة ومتوفرة في كل مكان. الميكانيكية حافظينها صم، ومع شوية اهتمام العربية مش بتعمل مشاكل كبيرة. العزل الصوتي ضعيف، هتسمع الهوا بعد 80. إعادة البيع مش زي الياباني بس مستقرة. العفشة الخلفية أحيانا تحسها ناشفة على المطبات الكبيرة. التصميم قديم شوية، ما تطورش كتير. لو انت عايز عربية عملية اقتصادية، قطع غيارها رخيصة، ومش فارق معاك انها مش اكبر اسم في السوق، فالBYD F3 اختيار عملي جدا. بتدي قيمة مقابل سعر، وبتقضي الغرض بزيادة، ومع شوية اهتمام منك هتعيش سنين. لو عجبك الفيديو اشتراك في القناة علشان تكون جزء من جيش موتور بالعقل، وما تنساش ما توقفش بنزين دايما.